ضجة كلش قوية صايرة بمواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الطفل عباس طالب اللامي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقدم أحر التعازي بهذا المصاب الجلل لأهله، والله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. هذا الطفل هسه أهله صرحوا إنه متوفي فيروس مو بالفوريو، أعيد وأكرر متوفي فيروس مو بالفوريو. بالإضافة أنا منوه 3000 مرة إنه الفوريو لا يصح الأطفال، ولكن أكو صفحات تريد تصفي حساباتها معايا براس هذا الطفل وراس أهله. اول واحد اللي نشر الفيديو عنده عداوه شخصيه معايا اللي هو من اهل البصره، انتم كلكم تعرفوه، تحياتي لاهل البصره. بس احب اقول لك انت بوجهك شوارب، زين شواربك، لان انت مره مو رجال، لان انت عندك عداوه شخصيه معي، واللي عنده عداوه شخصيه مع شخص يجي وجه بوجه، مو يروح يصفي حساباته براس هذا الطفل المتوفي. الله يرحمه ويتجاوز عنه ويجعل مثواه الجنه بجاه الحبيب المصطفى. بالاضافه انت كان عندك رتبه هنا، الدوله والقوات الامنيه شافتك ما تستحقها، نزعوك هي وفصلوك. عيب عليك، استحي. قبل فتره رحت على فايز، احد الفايزين معي بسياره، قلت له اطلع احكي، قول ابو جنه اخذ انطاني مليونين وما انطاني سياره، وطردك الرجال من البيت. وباقي الصفحات تدور تفاعل براس هذا الطفل، وباقي الناس تدور تصعد حساباتها براس هذا الطفل. ما استحيتوا؟ قبل فتره انا ابني كذلك مريت بنفس الحاله، هم توفى بسبب فيروس، كل مليونين شخص انصاب واحد، وابني انصاب، والحمد لله على كل حال. قال تعالى: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى للحبيب المصطفى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللي عنده شيء معايا يجي علي، لا يصفي حساباته معايا براس هاي الناس الفقراء. عيب عليكم واستحوا. واسمع مني، انت اللي نزلت المنشور اول واحد ورجعت بعدها بساعه حذفته، زين شواربك بالموس، لان انت حرمه ما رجال. في امان الله.